السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتير عايزة تشوف مكونات البرنامج المصري للغة والتخاطب. ده البرنامج عبارة عن شنطة، داخل الشنطة مجموعة من الكروت والكتب. رقم 1 ده كتاب الشرح، وده فيه شرح لكل مكونات البرنامج وكل محتويات البرنامج والفئات اللي بيستهدفها البرنامج وأهداف البرنامج وأهمية البرنامج وإزاي تستخدم المحتويات دي، يعني شارح كل حاجة خاصة بالبرنامج بالتفصيل. رقم 2 مجموعة الكروت، وبتتكون من 350 كارت. أول مجموعة هي مجموعة الأصوات، ودي بندرب الطفل من خلالها على نطق الأصوات المختلفة وتقليدها. تاني مجموعة وهي مجموعة كلمات من مقطع واحد، ودي بندرب الطفل من خلالها اللي هو ينطق كلمة من مقطع واحد ويفهمها ويتعرف عليها. ثالث مجموعة وهي مجموعة كلمة من مقطعين، ودي بندرب الطفل من خلالها على نطق كلمة من مقطعين، يقدر ينطق كلمة، يقدر يفهمها، يقدر يصنفها. رابع مجموعة وهي كروت كلمة من 3 و4 مقاطع، ودي بندرب الطفل من خلالها على نطق كلمة من 3 أو 4 مقاطع، يفهمها، ينطقها، يصنفها. رقم 3 كتاب من كلمة واحدة، جملة من كلمة واحدة بندرب الطفل من خلالها على نطق كلمة واحدة، وهندرب الطفل من خلاله على نطق والتعرف على الأفعال والأسماء والصفات. رقم 5 كتاب جملة من 3 كلمات، وده هندرب الطفل من خلاله على نطق جملة من 3 كلمات، فهم جملة من 3 كلمات، ندربه على الصفات، ندربه على الأسماء، ندربه على الأفعال، ندربه على الملكية، بندربه من خلاله على الضمائر وعلى المذكر والمؤنث. رقم 6 كتاب وصف موقف، وده هندرب الطفل من خلاله على سرد المواقف اليومية اللي بتقابله، هندرب الطفل على الانفعالات، هندرب الطفل على المذكر والمؤنث، هندرب الطفل على زمن الفعل، هندرب الطفل على المفرد والمثنى والجمع. رقم 7 كتاب حكاية قصة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص هندرب الطفل من خلالها اللي هو يسرد موقف، يعرف يحكي المواقف الحياتية اللي بتمر عليه، يعرف يدير حوار، هندربه على الانفعالات، هندربه على إدارة حوار والبدء بالحوار والانتهاء بالحوار، هندربه على مهارات كتير لغوية عن طريق كتاب القصص المصورة. رقم 8 كتاب المواد الخام. كتاب المواد الخام ده أهم هدف فيه أن يتعرف الأطفال على الخامات الموجودة في البيئة، يتعرف الأطفال على أصل الأشياء اللي موجودة في البيئة. كل الخامات اللي موجودة في البيئة الطفل يعرفها، يعرف أصلها إيه، يعرف بنعمل بيها إيه، في شكل قصص مصورة بسيطة. عن طريق الكتاب ده هننمي الذاكرة البصرية، هننمي الذاكرة السمعية، هننمي الانتباه السمعي، هننمي الانتباه البصري، وهننمي مهارات معرفية كتير بجانب المهارات اللغوية. رقم 9 كتاب الوظائف والأماكن، والهدف من الكتاب ده إن احنا هنعرف الطفل أغلب الوظائف اللي موجودة في البيئة، وأغلب الأماكن اللي بتشتغل فيها هذه الوظائف، وأغلب المساعدين لهذه الوظائف. طبعا الهدف معرفي إن احنا هنزود الحصيلة المعرفية للطفل، وفي نفس الوقت بنزود الحصيلة اللغوية للطفل ومهارات التركيز والانتباه السمعي والانتباه البصري. رقم 10 كتاب المعكوسات، والهدف منه ان احنا نعرف الطفل كل المعكوسات اللي موجودة حواليه في البيئة، كبير وصغير، اكبر منه واصغر منه، اكبر واحد خالص واصغر واحد خالص، طويل وقصير، اطول منه واقصر منه، اطول واحد خالص واقصر واحد خالص، كتير وقليل، اكتر منه واقل منه، اكتر واحد خالص واقل واحد خالص. هننمي عند الطفل القدرة على المفاضلة والقدرة على التفضيل والقدرة على المقارنة. طبعا بينمي المهارات المعرفية عند الطفل، بينمي المهارات اللغوية عند الطفل، بيخلي الطفل يتمكن من اللغة بتاعته. رقم 11 بقى كتاب الألوان. كتاب الألوان ده الهدف الأساسي منه تدريب الطفل على الألوان الأساسية اللي موجودة في البيت، زي إيه؟ لون أحمر زي إيه؟ لون أصفر زي إيه؟ لون أسود زي إيه؟ وفي هدف تاني أساسي، إحنا هنبدأ من هنا نمسك الطفل الورقة والقلم، هنبدأ من هنا ندرب الطفل على مسكة القلم، يبدأ يلون، يبدأ ينسخ الأشكال. رقم 12 كتاب الأشكال الهندسية. الهدف الأساسي منه إن إحنا نعرف الطفل الأشكال الهندسية اللي موجودة في البيئة، ولكن في هدف تاني،
هنبدأ نمسك الطفل الورقة والقلم، هنبدأ ندرب الطفل انه يلون، هنبدأ ندرب الطفل اللي هو يحاول يقلد الاشكال. كتاب الالوان وكتاب الاشكال الهندسية يعتبروا بداية مرحلة ما قبل الاكاديمي وبداية مرحلة مسكة القلم. رقم 13 كتاب العلاقات، وده هندرب الطفل من خلاله على خصائص الاشياء والمقارنة بين الأشكال بعضها البعض، مقارنة بين الصفات بعضها البعض، وتنمية مهارات الفهم والإدراك، وتنمية مهارات اللغة التعبيرية واللغة الاستقبالية، وتنمية مهارات الإجابة على الأسئلة الاجتماعية، بالإضافة إلى مراجعة كل أهداف البرنامج السابق. رقم 14 كتاب السخافات، وهو آخر مرحلة في البرنامج المصري للغة والتخاطب، والهدف منه تنمية مهارات التفكير بصفة عامة، وخاصة التفكير المنطقي، وتنمية مهارات التمييز السمعي والبصري، والإدراك السمعي والبصري، والانتباه السمعي والبصري، بالإضافة إلى تنمية مهارات الاستنتاج وغيرها من المهارات زي تكوين المفاهيم وحل المشكلات والتفكير والإدراك إلى آخره من مهارات. وهي دي بقى مكونات البرنامج المصري للغة والتخاطب. نخلي بالنا من نقطة، الأرقام اللي مكتوبة على الكتب غير الأرقام اللي احنا بنقولها على الفيديو، لأن الأرقام اللي على الكتب طبقا للأرقام اللي مكتوبة في كتاب الشرح، لكن الأرقام اللي في الفيديو دي مكونات شنطة التخاطب وليست مكونات كتاب الشرح. نرجع تاني لكتاب الشرح. احنا اتفقنا في اول الفيديو ان كتاب الشرح هو كتاب في شرح لكل مكونات البرنامج، وشرح لكل نقطة موجودة في البرنامج وازاي نشتغل بيها. على سبيل المثال شغل التخاطب بينقسم الى مهارات ما قبل اللغة ومهارات ما بعد اللغة. مهارات ما قبل اللغة زي التركيز والانتباه والاستجابة للاسم والتقليد وتقليد الحركات الفمية وإطاعة الأوامر والانتباه المتقدم. مهارات ما قبل اللغة اللي احنا قلنا عليها الانتباه المبدئي، الاستجابة للاسم، التقليد، الانتباه المتقدم، إطاعة الأوامر، كل ده مشروح في كتاب الشرح. بعد كده بننتقل للمهارات اللغوية، بداية من تقليد الأصوات، وده المحتوى بتاع الشنطة اللي احنا شرحناه. وإن شاء الله في فيديوهات تانية هنشرح فيها كل محتوى من اللي احنا شفناه ده ازاي نشتغل بيه، وايه الفنيات اللي بنشتغل بيها مع المحتوى ده، وهنشرح البرنامج المصري للغة والتخاطب نفسه. وإن شاء الله في فيديو تاني هنشرح فيه كل جزء من البرنامج على حدة، ونشرح ازاي نشتغل بكل جزء لوحده والفنيات المستخدمة مع كل جزء. بس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.